כמה אור יש פה? 170 מטר מרובע. זה נחשב בנק גדול ביחס לעולם? זה הכי גדול בעולם. הכי גדול בעולם? כן. מה אחוז התרומות ביחס לאנשים בישראל? כלומר, איזה אחוז... למה צוחקת? כי זו שאלה מאוד מוזרה. אני לא יכולה להגיד לך, הוא כל כך קטן. אז שאלה לא מוזרה, תשובה מוזרה. תשובה מוזרה. לא, התשובה לא מוזרה. משום שלא תורמים. في وسط الأخبار الصعبة والمحزنة من الحصار وقصف الأطفال والمدنيين، وأنا بتابع الأخبار جه قدامي خبر محدش التفت ليه، وأكيد الخبر ده كان ليه أبعاد خطيرة لأنه اتحذف بعد نشره بساعات. والخبر ده بيقول إن إسرائيل سلمت 80 واحد ميتين عند معبر كرم أبو سالم. لحد هنا الموضوع محزن بس يبان خبر طبيعي، بس اللي مش طبيعي إن ال80 واحد دول يتسلموا ملفوفين في أكياس وما فيهمش ولا أعضاء ولا جلد. والفترة اللي فاتت دي الكيان كان بياخد جثث من الفلسطينيين يتدرب عليها، أو نقدر نقول بيسرقوا أعضائهم. بس بعد البحث اكتشفت إن الموضوع أكبر بكتير من الخبر ده وأرعب بكتير مما كنت أتخيل، وده اللي هنعرفه دلوقتي. معاكم عمر ولا نبدأ الحلقة؟ נוגעים, משאירים שלם את החייל, מאוד חשוב, אבל לוקחים מאחרים. ממי? אז עכשיו השאלה מי, ואתם תדמיינו ממי לוקחים. בתקופות מסוימות לקחו מפלסטינאים. بعد منصات الأخبار نشرت عن انسحاب مؤقت لقوات الاحتلال بعد ما اقتحموا مجمع الشفاء الطبي، بس وهم بينسحبوا أخدوا معاهم جثث من الشهداء كتير، نساء وأطفال وشباب، ومفيش أي سبب يذكر للموضوع ده، ولا حتى كانوا بيقولوا هياخدوا الناس دي على فين. طب خلينا نرجع بالتاريخ شوية لحد سنة 2001. كان في خبر منتشر عن سرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين وكانوا بياخدوا الجلد بتاعهم. ايه ده، يعني الموضوع مش جديد؟ للأسف مش جديد، وحتى الأموات مش سايبينهم في حالهم. واللي فضح الموضوع ده وقتها صحفي سويدي اسمه دونالد بوستروم، من خلال نشر تحقيق كان بيتكلم عن ان السلطات الإسرائيلية متورطة في سرقة أعضاء الفلسطينيين، لا وكمان بيتاجروا فيها. والتقرير ده فضح ان الاحتلال عنده أكبر بنك جلود في العالم، بنك جلود بشرية متاخدة من الشهداء الفلسطينيين، والكمية دي بتقدر ب 170 متر مربع، واللي محفوظة جوه البنك، ودي الكمية المعلنة، ما بالك بقى باللي مش معلن. والبنك ده اتأسس سنة 1986، واللي كان بيشرف عليه وحدة الطب العسكري، واللي بيتحكم فيها كليا جيش الاحتلال، والجلود دي بيستخدموها في علاج الحروق لجنود الاحتلال. لا وممكن الصهاينة كلهم ينتفعوا منها عادي. طب هما بياخدوا الجلد بس؟ لا، هقولك في بنوك للأعضاء وكبيرة شغالة في فلسطين وفي العالم كله. واللي انت ما تعرفوش ان اسرائيل واحدة من اكبر عصابات تجارة الأعضاء في العالم. بس المحزن بقى ان الجلود دي مصدرها مش الصهاينة، لا، او متطوعين من اسرائيل، عشان الصهاينة دايما بيرفضوا موضوع التبرع بالأعضاء لأسباب دينية أو يهودية. يعني الأعضاء دي مسروقة من الفلسطينيين زي ما بيسرقوا أي حاجة. والتحقيق ده اتعاد نشره تاني سنة 2009 في مجلة سويدية، والمرة دي أشار إن وزارة الصحة الإسرائيلية عملت حملة كبيرة سنة 1992 وكانت بتشجع المستوطنين إن هم يتبرعوا بالأعضاء، بس ما كانش فيه أي إقبال على الموضوع. وفي نفس الوقت لسه الطلب شغال على الأعضاء. وفي نفس الفترة تحصل حاجة غريبة، وهي ازدياد حالات الاختفاء للشباب الفلسطينيين، وبعد فترة تيجي سلطة الاحتلال تقول احنا لقيناه مقتول، ويسلموه لأهله في تابوت مقفول، ويأكدوا على دفنه من غير ما حد يشوف الجثة، وبالليل وبدون جنازة حتى. ومن هنا بدأ يبقى في شكوك واتدخلت الأمم المتحدة، بس التقرير بيقول إن ما كانش فيه أي فايدة معاهم. بدأ الصحفي السويدي إن هو يدور ورا الموضوع ويسمع قصص من الناس ويراجع الأخبار، وبالفعل يلاقي أدلة كتير جدا حوالين الموضوع ده. ومن القصص دي واحد من الشهداء في الضفة الغربية اعتقل من قوات الاحتلال سنة 1992، ورجع بعدها لعيلته جثة في تابوت، وأهله كانوا بيأكدوا إن ابنهم كان متفرغ من الأعضاء الداخلية، والجثة كانت متخيطة من الرقبة لحد البطن. واللي يضايقك إن السلطات الطبية في الكيان المحتل ما أنكرتش كلام الأهل، دول كانوا بيتباهوا إن هم عملوا كده. ومدير معهد الطب الشرعي تشين كوغل قال إن جثة الشهيد وغيرها من الجثث بالفعل إحنا أخدنا أعضائها وبدون إذن من العيلة. يعني بيعترف بالجريمة، أنت متخيل؟ وبعدها يتنشر فيلم وثائقي سنة 2009 واللي كان بيحكي عن الموضوع ده، واللي كان فيه اعترافات صريحة وواضحة لمدير الطب الشرعي الإسرائيلي السابق، واللي كان اسمه يهوذا هيس، واللي ذكر إن هو كان بياخد القرنيات والجلد وصمامات القلب والكلى والعظم وكل حاجة ممكن تتاخد من جثث الشهداء الفلسطينيين وبدون إذن أي حد. وكانوا بيجبروا الأهل إن هم يدفنوا عيالهم بدون تشريح،
ويدفنوهم في الليل زي ما قلت لك. بس القضية بعد فترة تزيد وتتشهر بعد ما مكتب التحقيقات الأمريكي أو FBI يقبض على مواطن صهيوني اسمه ليفي إسحاق بتهمة المساعدة في الإتجار بأعضاء البشر، وعلى طول يعترف إن هو كان سمسار أو وسيط بين اللي عاوزين أعضاء في أمريكا واللي بيبيعوها في إسرائيل. وقال كمان إن الأعضاء اللي كانت معروضة للبيع كانت لأسرى أو شهداء فلسطينيين. والقصة دي سمعت جدا وخلت الحكومة سنة 2009 تحاول تطلع بيان تبرر فيه موقفها أو تحاول إن هي تنفي التهمة عنها، وبتقول إن الممارسات دي كانت حاجات قديمة ومن سنين وراحت لحالها وما بقيناش نعمل كده دلوقتي. يعني معنى كده إن هو كان بيحصل. بس في نفس الوقت الدكتورة الإسرائيلية مائيرا فايس تعمل كتاب وتسميه على جثثهم الميتة، بيحكي عن تفاصيل عقلك ما يستوعبهاش واللي بتحصل جوه معهد الطب الإسرائيلي، واللي هي كانت مديرته من سنة 1996 لحد 2002. ومن التفاصيل دي كانت بتذكر ازاي كان بيتم سرقة الأعضاء أو ساعات الجثمان كله من الفلسطينيين، وفي نفس الوقت جثث الصهاينة بتفضل سليمة وبتتسلم لأصحابها ما فيهاش خدش. وقالت إن المسؤولين والدكاترة كانوا بياخدوا أي حاجة ممكن تتاخد وكانوا بيحطوا مكانها أعضاء بلاستيك عشان محدش يكشفهم، والجلد كان بيتاخد من الظهر عشان ما فيش أي حد من العيلة لو لقوا الجثة وفتحوا التابوت يلاحظ أي تغيير. وفي تقارير تانية كانت بتقول إن سلطات الاحتلال كانت بتتعمد إن هي تجمد الجثث لدرجة 40 تحت الصفر قبل ما تروح ترجعها لأصحابها، زي ما حصل مع شهيد مشهور اتقتل وهو بيطعن جندي في القدس، والجثة بتاعته فضلت في الكيان المحتل شهر كامل قبل ما تتسلم لأهله، واتسلمت كأنها قالب تلج، واتدفن برضه لأن هو مش ينفع يتشرح في الوضع ده، وعلى الأقل لازم تستنى من 24 ل 48 ساعة عشان جسمه يبدأ يفك، وده مرفوض لأنهم مغصوبين إن هم يدفنوه بعد ما يستلموه مباشرة. وده اللي كان بيأكد للأهل إن الأعضاء مسروقة، والأبحاث والصحفيين بيأكدوا إن الإسرائيليين لسه محتفظين بأكتر من 400 جثة من الشهداء الفلسطينيين، بالرغم من إن في سنة 2016 تطلع الصحافة الإسرائيلية تقول إن هم فقدوا 121 جثة كانوا محتفظين بيهم، واللي يرعبك إنهم محتفظين بيهم من التسعينات، وبرضه ما قالوش سبب الفقد إيه ولا حتى قالوا سبب احتجاز الناس دي إيه. يعني انت ليه محتفظ بالجثث دي كلها من التسعينات؟ انت متخيل من التسعينات لحد 2016 محتفظين بالجثث؟ طب نرجع بقى للبداية خالص، وهي الجثث اللي اتاخدت من مجمع الشفاء الطبي، هل بقى اتاخدت لنفس الهدف وهو سرقة الأعضاء والجلود؟ أنا مستغرب والله الناس ازاي ساكتة عن اللي بيحصل. أنا مش متخيل ازاي الواحد ممكن يستقبل حد من عياله أو من قرايبه جثة وناقص حتة. التاريخ هيكتب ان الناس دي كانت عصابات وسرقوا الأرض وسرقوا الأعضاء، ودم الأطفال اللي بينزل على الأرض هيطلع رجالة تاخد بالطار وتاخد حق كل مظلوم، والأرض هتترد لأهلها وهم هيتفرقوا من تاني. انشروا الحلقة دي في كل حتة وعرفوا الناس حقيقتهم، وفكروا أهلكم وأصحابكم بالمقاطعة وإنهم يعملوا أي حاجة حتى لو كانت صغيرة هتساعد أهلنا في غزة. والله ينصر فلسطين وأهلها. أشوفكم الحلقة الجاية. سلام.